محتاجين من حضرتك شرح مبسط عن المنظومه الجديده اللي هيتم تطبيقها السنه دي في مدارس، في 10 مدارس في اداره شبين الكوم، اللي هي منظومه الغياب الجديده. تمام، احنا عندنا منظومه جديده للغياب بنطبقها في 10 مدارس على مستوى شبين الكوم كتجربه، وبعد كده ان شاء الله ممكن تعمم على مستوى محافظه المنوفيه كلها. اللي هنقعد اول شهر نشتغل ورقي عادي زي ما احنا متعودين، الطريقه الورقيه العاديه اللي حد بيمر على الفصول بياخد غياب الطلبه، وبعدين بعد شهر هنقيم التجربه الالكترونيه بحيث نعرف لو التجربه ناجحه وتمام ومستقره هنلغي الورقي ونعتمد على التجربه الالكترونيه. التجربه الالكترونيه ببساطه هو مجرد جهاز بسيط متوصل مع جهاز الكمبيوتر، كل طالب بيبقى معاه كارت زي الكارت ده كده، وبيبدا يعتمد الكارت ناحيه فيها اسم الطالب وفي الناحيه الثانيه الباركود بتاع الطالب. مجرد هو بيعمل تريك على بيعمل تشيك على المكنه بيظهر على الجهاز الكمبيوتر اسم الطالب، بحيث المعلم اللي موجود المسؤول عن المنظومه بيتابع الفتره الصباحيه تسجيل الطلبه، بيظهر على الشاشه عنده كل طالب بيظهر اسمه، بحيث ما يبقاش في فرصه حد يحاول يستغل الفكره التكنولوجيه يسجل لطالب مش موجود. شهر بيبقى الورقي مع الالكتروني بنقارنه ببعضه بحيث نبقى عارفين برضو المنظومه ماشيه صح ولا غلط. احنا بنبتدي دايما التطوير بيبقى في مدارس الحكومه، الخاصه تقدر تاخد خطواتها، دي حاجه تنظيميه داخليه مش فيها اي مشكله. السيستم اللي احنا شغالين بيه ماهوش فيه اي مشكله، ما فيهوش بصمه ممكن تعمل العدوى او اي طريقه تانية، وفي نفس الوقت الخاص اللي عاوز يعمل كده زي يعمل عادي مفيش مشكله ايه الضمان ان الطالب مش هيدي الكارت لزميله هو متابعه المعلم اللي واقف اللي موجود، وزي ما قلت لحضرتك في اول الفتره الاولانيه هيبقى فيه الورقي والالكتروني مع بعض نقارنهم ببعض بحيث نقدر